بعد سنة جميلة قضيناها مع بعض رسمنا فيها شخصيات كتير وتعلمنا طرق لولبية في الرسم. سنة كانت أحلى حاجة فيها هي انتوا. معرفش اقول كلام حلو بس بحبكم. ففكرت اني ارسم معاكم رسمة نختم بيها 2024 هحاول اطبق فيها ستايل التلوين اللي بحلم اوصله وهدمجه مع ترند الرسم بستايل اركين اللي طافح في وشنا بقى له حبة وارسم ايرين ييجر. الحق كده تسألني اشمعنى ايرين يعني مميز فيه؟ ده قتل اكتر من نص البشرية حتى. اكزاكتلي جبلة. والله هو من ساعة ما ايرين عمل المان بان في 2021 والبيوبرتي هيت هيم هارد ومحدش عارف يكلمه. لكن على الرغم من كده الدنيا قامت ورسوماته كانت في كل حته ولقينا نفسنا واحد بنكرش عليه وانا كمان كرشيت. سوري نوت سوري. ومن ساعتها وانا كل سنه برسم رسمه جديده لإيرين. فيلا بينا نرسم إيرين نسخه 2024. في نسخه السنه دي اخترته في قصه الشعر دي خصوصا ان دي كانت اخر مره نشوف فيها إيرين في الهيومن فور قبل ما يدغدغ الدنيا. كالعادة هنبدأ بالسكتش لكن المرة دي مش هنستخدم السكتش التقليدي وهنستخدم مكانه حاجة اسمها الأثارو هيد. وعندي سؤال واحد، احنا كنا فين من البتاع ده؟ اللي بيخلي ستايل أركين يختلف عن أي ستايل تاني إن وشوشهم ليها هيكل مميز كأنها أشكال هندسية متجمعة مع بعض. صحيح هما بيستخدموا برامج متطورة لكن احنا غلابة ما حلتناش غير الأثارو هيد نستخدمها كبديل. المفاجأة بقى إن الأثارو هيد دي مش حاجة جديدة وإنها طريقة لرسم الوش زيها زي طريقة لومس بالظبط. فأنا من موقعي هذا بقول يا ريتنا نورمالايز الأثارو هيد بين الرسامين. تاني حاجة بتميز الأثارو هيد دي وتخلينا نرفع له القبعة هو إنه بيحل مشكلة بتعكنن على كل الرسامين. وهي ليه رسمي بيطلع حلو جدا لكن بعد التلوين الرسمة بتتحول لرسمة محرجة جدا لأن المشكلة ساعتها بتبقى إن إحنا مش عارفين نحدد أماكن الإضاءة والظل. هو كان مين فينا عارف يحددها؟ دي لعنة. هي التكعيبة بتاعت الأثارو دي بتساعدك تحدد أماكن وقوع الإضاءة والأماكن اللي هتكون مستخبية فهتعمل ظل. هفترض معاك إنك على الله خالص وإنك مش عارف تحدد المكان اللي هينزل عليه الضوء ولا هيعمل ظل فيه. هديك لينك يعملها لك ببلاش. في أروق من كده؟ أنا أهم حاجة عندي إن انتوا كده ترسموا وانتوا رايقين متمنجهين متدلعين. محدش سألني ليه بتقولي عليها متكعبة. خلينا متفقين ان احنا اول ما اتعلمنا الاضاءة والظل اتعلمناها على المكعب ده او الدايرة دي وفضلنا نعيد ونزيد ونرسم فيهم كتير لكن لسبب ما بنيجي في رسوماتنا ونعطل. اهو الأثارو هيد ده حل المشكل ده في ثانية. اهو انت دلوقتي معاك الأثارو هيد قالب جاهز تطبق عليه الاشكال الهندسية دي وتستخدم اللينك انك تعرف مكان الضوء وتوزيعه على الوش. بعد ما حطيت ملامح إيرين الحزينة هبدأ في التلوين ويا ريت نتجاهل مناخير فولدمورت دي. الفيديو ده هيبقى شاهد ان احنا شفنا إيرين وهو عنده 60 سنة. التلوين في المرحلة دي هو تلوين مبدئي. الالوان اللي انا هحطها تبقى مجرد الوان فلات يعني ما فيهاش اي تدرج ولا فيها اي دمج. وهستخدم في كده اللازو تول عشان ينعكس الاشكال الهندسية بالالوان وحافظ على الحدود بينهم كده. كتر خير الدنيا. واعتقد ان لحد كده الملامح الاركينية بدأت تظهر. لكن يا ريت ما ننساش ان ستايل اركين مش هو الوحيد اللي هنرسم بيه النهارده. دلوقتي هنجيب الريفرنسز اللي هنكمل بيها التلوين. اول ريفرنس معانا هي رسمة لآني كنت شفتها من قديم الازل ومن ساعتها انا محتفظة بيها على امل ان في يوم من الايام اقدر الون بنفس الستايل. والريفرنس التاني هي برضو صورة لجينز اللي عجبني بس فيها هو اختيار الالوان. فاحنا اللي هنعمله ان احنا ندهن وش إيرين كله ازرق. شفتوا بقى فيه روح ازاي؟ روح غرقانة. قبل ما نبدأ التلوين خلينا نفهم أكتر عن توزيعة الإضاءة والظل عشان لو ما فهمناهاش دلوقتي هيبقى حزن. هحدد أماكن الإضاءة والظل بخطوط تعمل أشكال هندسية فيها شبه من اللي في الأثار اللي هتلاقيه إنه عامل شكل باترفلاي. كمان من الحاجات اللي بتميز ستايلهم انهم بيرسموا الرموش على شكل ايلاينر وفي الجفن اللي فوق واللي تحت بيستخدموا فاليو بدرجة غامقة علشان يدوا عمق للعين. ودلوقتي هوزع باقي الالوان اللي في ريفرنس جينكس على الوش وهستخدم اللازو زي ما استخدمتها قبل كده علشان نحدد التكعيبات اللي في الوش وحافظ على الشكل 3D بتاعها. الاماكن اللي هيكون فيها ظل هستخدم فاليو بدرجة غامقة اما الاماكن اللي هيكون فيها اضاءة هتكون فاليو اللون درجة افتح. تعالوا بقى اقول لكم ازاي تلونوا عيون اركين. في الحقيقه انتوا هتلونوها زي ما بتلونوا عيون الانمي بالظبط. تحطوا لون غامق من فوق ولون فاتح من تحت. السر بقى في حاجتين. اول حاجه اني بستخدم فرشه مستطيله ورفيعه زي كده وبغير الزاويه بتاعتها علشان اعمل اضاءه تكون ماشيه مع الدايره. الحاجه التانية هو الشكل المميز للاضاءه اللي باللون الابيض.
نتكلم شوية عن الشعر. بصراحة تصميم شعر أركين مش سهل خالص، لأنهم بيعملوا 3D موديلينج للشخصيات. هما بيخلقوا طبقات للشعر فوق بعض في بيئة 3D، لكن أنا اللي المفروض أعمله إن أنا أحاول أخلق بعد للشعر في بيئة 2D. وزي ما قلنا في توتوريال الشعر ملوش شكل محدد، مش زي الوش مثلا ليه هيكل محدد ما بيتغيرش لأنه مبني على شكل الجمجمة. مفيش حد مثلا مناخيره 3 فتحات ولا هي مرعي. لكن على الرغم من كده في ميزة صغنططة في تصميم شعر أركين، وهو إنهم بيقسموا الشعر لخصلات كبيرة وما بيقسموهاش لخصلات صغيرة، وده هيخلي الدنيا مريحة أكتر في التلوين عشان مش هحتاج أحط تفاصيل كتير. فاحنا هناخد من معادلة الشعر الهندسة، بقسم شعر إيرين 4/4 وأحاول إن أنا أنقل التظليل زي ما هو من الريفرنس، وظبطت لون الشعر بحيث إن هو يكون قريب من نفس الدرجات اللي أنا استخدمتها في الوش وما يبقاش بني قوي كده، براون بني. التاتشاية الأخيرة اللي فرقت بجد هو الخصلات الصغيرة اللي أنا حطيتها مع اتجاه الشعر. طبعا يبان إن تلوين الشعر كان بسيط وما فيهوش خطوات كتير، لكن الحقيقة أنا خدت وقت طويل جدا علشان أوصل للنتيجة دي. وكتاتشاية أخيرة كده في الشعر حطيت إضاءة عشان الشعر ما يبقاش باهت. نرجع للريفرنس بتاع آني. لو بصيتوا كده في البشرة هتلاقوا إن في فرشة على شكل شبكة أو على شكل خطوط جنب بعض مدية للبشرة تكستشر، لدرجة إن أنا قعدت أدور كتير على ما ألاقي الفرشة دي ولقيتها. مش هتك على القلم قوي وخفيف خفيف كده هعدي على كل لون واعيده تاني بالفرشة دي. على آخر لحظة قررت إن أغير لون العيون لأخضريكة شوية. أنا فاكرة إن ده كان لون عيونه في الأول، مش عارفة إمتى بقى أزرق، بس الأخضر بيليق على البني. عارفة إني ممكن أكون أفورت شوية في الألوان، ودلوقتي أنا عايزة أعرف يا ترى لو كنت استخدمت ألوان البشرة العادية كان هيبقى شكله عامل إزاي. هنروح عند الكالر بالانس وحرك الألوان ناحية الأحمر والأخضر والأصفر كده. إحنا معانا نسخة فانكي ونسخة مش فانكي. آخر تاتشاية بقى هنروح عند فلتر جاليري، وعندك هنا يا سيدي مكتبة من فلترات مختلفة تنقي منهم اللي يعجبك، بس بلاش ده عشان شكله كأنه مخنوق بكيس بلاستيك، لأن إحنا بالنسبة لنا كرسامين ديجيتال بنبقى مفتقدين ملمس الورق في الرسم، فالفلترات دي بتقدر تعوض عن ده. وده الفلتر اللي أنا استخدمته. وبكده نبقى رسمنا إيرين نسخة 2024. هستنى إن انتوا تفكروني آخر السنة دي عشان نرسم إيرين نسخة 2025 ونشوف هتطلع معنا ازاي. فكروني بجد لأن أنا ذاكرتي ذاكرة سمكة. أتمنى لكم سنة سعيدة ونفضل مع بعضينا، وباي باي. صدق جوه بتمطر.